ماذا نفعل قبل النوم؟ واحد رايح للفراش يريد ينام. لننظر إلى هذه الرواية عن السيدة فاطمة الزهراء تقول: دخل علي رسول الله وقد افترشت فراشي للنوم، فقال: يا فاطمة لا تنامي إلا وقد عملت 4: ختمت القرآن، وجعلت الأنبياء شفعاءك، وأرضيت المؤمنين عن نفسك، وحججت واعتمرت. قال هذا وأخذ في الصلاة، فصبرت حتى أتم صلاته، فقلت: يا رسول الله، أمرت ب4 لا أقدر عليها في هذا الحال، قبل ما أنام شلون أختم القرآن؟ شلون أجعل الأنبياء شفعائي؟ شلون أرضي المؤمنين والمؤمنات عن نفسي؟ شلون أحج واعتمر؟ فتبسم صلى الله عليه وآله ونحن فداء لتلك البسمة الجميلة، وقال: إذا قرأت قل هو الله أحد 3 مرات، يعني سورة التوحيد، فكأنك ختمت القرآن. سهلة، ربما دقيقة واحدة. وإذا صليت علي وعلى الأنبياء قبلي كنا شفعاءك يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. وإذا استغفرت للمؤمنين رضوا كلهم عنك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. وإذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقد حججت واعتمرت. أمور سهلة جدا لا تستغرق إلا دقيقة أو دقيقتين. أن نقرأ سورة التوحيد 3 مرات، ونصلي على رسول الله والأنبياء عليهم السلام، ونستغفر للمؤمنين، ونقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هكذا نحرز ثوابا عظيما عند الله تبارك وتعالى كل ليلة قبل النوم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.